عمرك سألت نفسك لو في أماكن على كوكبنا البشر عمرهم ما كان المفروض يروحوا هناك؟ أماكن اتثابت من زمان، بس الرعب اللي فيها ممشيش، لسه موجود. النهاردة هننزل سوا في عتمة الأماكن دي، وهنزور 4 أماكن حقيقية بيقولوا إنها ملعونة فعلا. بس خليك فاكر، مش كل اللي دخل الأماكن دي خرج منها. وقبل ما نبدأ، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان القصة الجاية أقوى بكتير. أول محطة، جزيرة العرايس، المكسيك. تخيل جزيرة صغيرة معلقة في شجرها آلاف العرايس، عيونهم واقعة وإيديهم مقطعة ومليانين تراب وعفن، وانت ماشي تحتهم حاسس إن كل واحدة فيهم بتبصلك. القصة بدأت في الخمسينات مع راجل اسمه دون جوليان سانتانا. ساب كل حاجة وراح يعيش لوحده في الجزيرة دي بعيد عن الناس. بعد فترة صغيرة بيقول إنه لقى جثة بنت صغيرة غرقانة في القنال اللي جنب الجزيرة، ومن بعدها بدأ يسمع همسات في الليل، صوت بنت صغيرة بتنادي عليه. عشان يهدي روحها لقى عروسة طافية على المية وعلقها في شجرة كقرابين، بس العروسة دي ما كانتش كفاية، الهمس موقفش، فبدأ يعلق عرايس أكتر، وكل ما يلاقي واحدة في الشارع أو المية يجيبها. 50 سنة عاش كده وسط آلاف العرايس المكسرة، عامل جزيرة مرعبة شكلها زي الكابوس. وفي سنة 2001 بعد نص قرن من العزلة، اتلقى جوليان ميت غرقان في نفس المكان اللي بيقول إنه لقى فيه جثة البنت. النهاردة الجزيرة دي بقت مزار سياحي غريب، واللي بيروح هناك بيحكي عن إحساس رعب خانق. بيقولوا العرايس بتتحرك وعيونها بتتابعك وانت ماشي، وفي الهوا ممكن تسمع ضحكة خفيفة أو همسة جاية من مكان مش معروف. ساعتها هتسأل نفسك، دي مجرد عرايس ولا في أرواح فعلا ساكنة فيها؟ المحطة التانية، بريبيات أوكرانيا، مدينة كانت مليانة حياة لحد ليلة واحدة في إبريل 1986، الليلة اللي انفجر فيها مفاعل تشيرنوبل النووي. في ساعات قليلة المدينة اتسممت بالإشعاع من غير ما حد يعرف. تاني يوم الحكومة بدأت إخلاء الناس وقالوا لهم خدوا حاجتكم ل3 أيام بس وهترجعوا قريب، بس محدش رجع. اتساب كل حاجة زي ما هي، لعب الأطفال، هدوم في الدولاب، الجرايد على الترابيزة. المدينة اتجمدت في الزمن. عجلة الملاهي اللي كانوا هيشغلوها بعد الكارثة بكام يوم بقت دلوقتي رمز للرعب. صدق أو لا تصدق، لسه واقفة. بس اللي مخيف أكتر إن مش كل حاجة سابت المدينة. ناس كتير بتقول إن الأرواح لسه هناك. الحراس اللي بيدخلوا المنطقة بيحكوا إنهم بيسمعوا صفارات إنذار من غير مصدر، وبيشوفوا ظلال بتتحرك جوه العمارات الفاضية. وفي ناس قالت إنها سمعت ضحكة أطفال في المدارس المهجورة. بيقولوا إن اللي ماتوا بالإشعاع أرواحهم لسه عايشة جوه المكان. بريبيات مش بس مدينة مهجورة، دي مقبرة مفتوحة ورعبها مخلصش. المحطة الثالثة، مستشفى بيلي هايلشتاتن، ألمانيا. في غابة كبيرة جنب برلين في مستشفى ضخم ومهجور من القرن ال19. اتفتح الأول كمصحة، وبعدها اتحول لمستشفى عسكري وقت الحرب العالمية الأولى. من الغريب إن حتى هتلر نفسه اتعالج فيه لما اتصاب في رجله. بعد الحرب المستشفى بقى مصحة عقلية، وهنا بدأت الحكايات المظلمة. الناس بتختفي، أصوات غريبة في الليل، رموز سحر مرسومة على الحيطان، وأوض مقفولة من جوه محدش عرف يفتحها تاني. وبعد ما اتقفل المستشفى، قاتل متسلسل استخدمه مكان لجرايمه، والجثث كانت بتتلقى متشوهة بشكل مرعب. دلوقتي المكان مفتوح للزيارات، بس الجولات بتخلص قبل الغروب. المرشدين نفسهم بيرفضوا يدخلوا المباني بالليل. اللي دخلوا بيحكوا عن صراخات جاية من بعيد، وشبح ممرضة بتمشي في الكوريدور وتختفي لما تقرب منها، كأن المكان مش ناسي اللي حصل فيه. المحطة الأخيرة، غابة أوكيجاهارا، اليابان. على سفح جبل فوجي في غابة بيطلقوا عليها غابة الانتحار. مكان شكله ساحر وجميل، لكن مليان وجع. الأشجار هناك كثيفة لدرجة إن الشمس ما تدخلش، والمكان ساكت بطريقة غريبة، سكون يخليك تسمع نبضك. للأسف الغابة دي بقت مشهورة بالناس اللي بتروح هناك عشان تنهي حياتها. عشان كده الشرطة حطت لافتات عند المدخل مكتوب فيها: حياتك هدية من أهلك، من فضلك فكر تاني.
بس الناس بتقول إن الغابة دي مش مجرد مكان للحزن، فيها حاجة شريرة. البوصلات بتبوظ والإشارات بتختفي، وكأن الغابة نفسها مش عايزة تسيبك تطلع. اللي دخلوا ورجعوا بيقولوا كانوا حاسين إن في حد ماشي وراهم، وصوت بيناديهم باسمهم وسط السكون. اليابانيين بيقولوا إن أرواح اللي ماتوا هناك لسه بتتجول بين الشجر، غضبة وتايهة. الأماكن دي البشر سابوها، بس الرعب اللي فيها لسه حي. اللي باقي مش مجرد خرابة أو حجارة، اللي باقي هو الخوف والوجع وحاجة أعمق من الفهم. يمكن لعنة، يمكن خيال، بس الأكيد في أماكن مش المفروض الإنسان يلمسها. دلوقتي قولي بصراحة، لو كان قدامك فرصة تدخل مكان من دول بنفسك، هتدخل ولا هتلف وترجع؟ اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك والجرس، عشان الفيديو الجاي عن مكان حتى أهل البلد نفسهم بيرفضوا يتكلموا عنه.